مرحبا بكم فيديو جديد من سلسلة طريق التفوق، واللي غيكون الموضوع ديالها اليوم هو اللغة الإنجليزية. اليوم ما جيتش نبيع لكم الوهم ولا ننصحكم بشي تطبيقات اللي كتكون ديال اللعب اكثر مما هي ديال التعلم، وكتبقاو مضيعين فيها الوقت وما تعلمتوا حتى حاجة. وإنما اليوم عندي لكم منهجية شاملة وطريقة عملية مبنية على المنطق والعلم في كيفاش نتعلموا اللغة الإنجليزية. وعلاش؟ بطبيعة الحال باش تنفعك في قرايتك، في خدمتك، في حياتك بشكل عام. حنا واخا دوزنا شحال من عام في المدرسة، من الإعدادي حتى الباك وربما حتى في الجامعة كنكونو كنقراو الإنجليزية، ولكن فاش كنجيو كنبغيو نهضرو كنتبلوكاو، والأغلبية الساحقة فينا ما كيقدرش يكون جملة مفيدة بلا ما يتعذب. واش زعما المشكل في ذكائنا؟ مستحيل. المشكل كاين في المنهجية والطريقة باش تعلمنا بها هذيك اللغة. المدرسة قرتنا الإنجليزية بحال التاريخ والجغرافيا، هاك هاد القواعد حفظهم وتعلم كيفاش تطبقهم وغتجيب نقطة مزيانة. جوج ديال المفاهيم أساسية لابد ما نفهمو الفرق بيناتهم باش نعرفو فين كاين المشكل. كاين التعلم وكاين الاكتساب. في المدرسة كيدار تعلم، يعني كتشد اللغة كتقطعها طروفة صغار وكتعطيك هاك حفظ وطبق ليا في امثله اللي محدوده. هادشي كيخليك ديما تفكر قبل ما تهضر وديما كدير الترجمه في دماغك. اما اللي حنا محتاجينه فهو الاكتساب. شنو هو الاكتساب؟ نتفكروا مجموعين كيفاش تعلمنا الدارجه فاش كنا صغار. واش الوالدين ديالنا كانوا كيجلسوا معنا ويقولوا لنا ها الفاعل ها المفعول به ها هادي ها هادي؟ لا، انما حنا كدراري صغار كنا كندوزو عامين وربما اكثر وحنا غير كنسمعوا غير كنجمعوا الباجاج. فاش كتشوف مثلا باك كيهز كاس وكيقول كاس، عقلك كيربط الصوت بالصوره، وهاد العمليه تكررت الاف المرات مع بزاف ديال الحوايج حتى ولا عندك واحد المخزون لغوي كبير اللي كيمكن لك تهضر. وهذه هي الطريقة الطبيعية والوحيدة اللي كتخلي الدماغ البشري يتعلم أي لغة، الاكتساب. دابا كيفاش غادي نطبقوا هادشي على اللغة الإنجليزية؟ القاعدة الأولى والأهم هي الاستماع قبل الكلام. الغلط اللي كيديروا الأغلبية فينا مع اللغة الإنجليزية هو كنبغيو ندويو قبل حتى ما نتعلمو، قبل حتى ما ندخلو واحد الرصيد كافي من ديك اللغة. كنحاولوا وقت ما حاولتي غادي تلقى مشاكل بزاف، ما غتلقاش كلمات كافية باش تعبر، فبالتالي غطيح في إحباط وغتصدق ضرب على ديك اللغة في مرة وما كتحملهاش كاع ولا كتجيك صعيبة. راه بحال شي واحد باغي يجبد فلوس من كونط بونكير اللي خاوي، يعني مستحيل. خاص تعمر الكونط هو الاول. خاصنا نسمعوا بزاف، راه ودنك هي الباب ديال اللغة، ولكن ماشي اي استماع كينفع، وهذا هو السر اللي ما كيقولوش الاغلبية فاش كيدويو على اللغة الانجليزية. الا مشيتي دابا حليتي الجزيرة بلونجلي ولا البي بي سي نيوز وبقيتي كتسمع حتى 10 سوايع، راه ما غتستافد والو. غيكون داكشي بالنسبه لك غير واحد النوع ديال الضجيج. باش عقلك يكتسب اللغه خاصك تسمع اللي كنسميوه مدخلات مفهومه. شنو هو المعنى ديالها؟ معناها هو انك خاصك تسمع شي حاجه اللي كتفهم منها واحد الجزء. يعني ماشي غادي تدخل لواحد القناه ولا واحد المحتوى تبقى تسمعوا اللي ما كتفهم فيه والو اصلا. هنايا كيكون داك الاستماع غير مجدي وما منوش شي فايده كبيره، ولكن اللي خصنا نعتمدوه ونخدموا عليه في اطار اننا نتعلموا بواحد الطريقه فعاله هو واحد المحتوى اللي كنقدروا نفهموا منه شويه. بحالاش؟ بحال مثلا الرسوم المتحركه اللي كيكونوا بهذه اللغه، حيت اصلا كيستعملوا لغه بسيطه مناسبه يعني للطفل، وعاد كيكونوا بزاف ديال المؤشرات اللي كيخليوك كتفهم في السياق. يعني كتشوف ديك الانتراكسيون، داك التفاعل ما بين الشخصيات، كتفهم مره تفهم اش كيقول مره لا، ولكن المعنى كيوصلك. فايلا كنتي مبتدئ ما خصكش تمشي تفرج نيشان في الافلام والسيريات اللي كيكونوا في نتفليكس اللي كيكون فيهم واحد لونجلي سريعه وفيها اللغه العاميه بزاف وكتجينا صعيبه. خاصنا نقلبوا على محتوى موجه للمتعلمين. كيف قلت لكم كاينين بزاف ديال القنوات في يوتيوب كيديروا قصص، كيديروا محتوى بشكل عام اللي كيكون بواحد اللغه بسيطه وواضحه وكيهضروا بشويه. هذا النوع من المحتوى هو بالضبط اللي غيبني لك الساس ولا الاساس في هذه الرحله ديال الانجليزيه. في نفس السياق كتجي النقطة الثانية اللي هي القراءة الذكية. ماشي القراءة ديال النصوص المملة ديال المدرسة، بل قراءة القصص وواحد القراءة اللي موجهة. كاين واحد الحاجة سميتها بحال مقروءات مصنفة، يعني على حسب المستوى ديالك في ديك اللغة. مثلا كاينين، كنت انا كنعقل فاش كنت كنتعلم اللغة الانجليزية كتلقى الليفل 1 كيكونوا ستوريز
ساهلين، يعني قصص ساهلين وكيكونوا بعض المرات دي ديسان في الجنب، يعني كتشوف القصة وكتشوف الرسومات ديالها وكيستعملوا واحد اللغة بسيطة وكيركزوا على التكرار ديال شي كلمات. يعني انت كتقرا القصة ومن طون عقلك كيحاول يبني واحد لا لوجيك، كيحاول يفهم من السياق ومن الرسومات ومن هذا. الفكرة فين هي انك فاش كتقرا كتبدا تستمتع بالقصة وبالاحداث ديالها، وعقلك الباطن كيبدا يكتسب الكلمات وكيكتسب حتى التراكيب ديال الجمل بلا ما تحس. حيت فاش كتشوف شي كلمة تكررات مثلا 50 مرة في القصة راه صافي كتلصق لك في الدماغ وما عمرها كتنسى، بخلاف الا مشيتي كتحفظها في ليستا ولا في ديكسيونير راه دغيا كتنسى. الله يرضي عليكم فاش نكونوا كنتعلموا الانجليزيه لا بد من نتسامحوا مع الغموض. يعني كمبتدئين مع هذه اللغه راه غادي نقراو جمل اللي ما فاهمينش فيها شي كلمات، غادي نشوفوا شي فيديو واخا موجه للمبتدئين ولكن شي حاجه كنفهموها شي حاجه لا. خصنا نتسامحوا مع هذا الجانب ديال الغموض، ديال ان كمبتدئ ما غاديش نكون تنفهم كلشي. المهم انا داك المعنى كيوصلني جزئيا. وفاش تكون كتسمع ولا كتقرا ما تبقاش توقف عند كل كلمه ما فهمتيهاش تمشي تقلب عليها في الديكسيونير، حيت هكا غتعيا. وهذا الشيء كيقتل المتعه وكيخلي عقلك يحس بالعجز. عقلك راه ذكي بزاف ومع التكرار هو الراس بلا ديكسيونير بلا حتى شي حاجه كيستنتج المعنى ديال ديك الكلمه من السياق. دابا ملي دوينا على الودن والعقل يعني الاستماع والقراءه، اجي ندوزو لواحد النقطه اخرى. حنا موالفين النطق ديال الفرنسيه، فالنطق ديال الانجليزيه كيخلعنا. واخا كنحاولوا نقلدوا الاجانب الصوت كيخرج مغربي 100%. المشكل هنا ما جايش من اللسان وانما جاي من العين ومن الودن. انا نفسر لكم علاش. اول حقيقه علميه خصنا نعرفوها على اللغه الانجليزيه هي انها لغه غير فونيتيكيه، يعني ان داكشي اللي مكتوب ماشي هو اللي كيتنطق. بحال دابا العربيه ولا الاسبانيه مثلا كتعتبروا لغات امينه، يعني الحرف كيف ما كتشوفوا كيتنطق. الانجليزيه لا، الحرف الواحد كيقدر يكون عنده 3 4 ديال كيفاش كنطقوه. هنا فين عينيك كيقول بودنيك، حيت فاش كتشوف كلمه مكتوبه باللغه الانجليزيه دماغك كيحاول يطبق عليها القواعد ديال القراءه ديال العربيه والفرنسيه. وهنا فين كيوقع المشكل. الحل الجذري ديال هذا المشكل ديال النطق في جوج حوايج. اولا خصنا نترينيو بالعضلات ديال فمنا، حيت النطق راه رياضه بدنيه. اللغه الانجليزيه كتستعمل عضلات في الفم في الحلق في اللسان اللي حنا في الدارجه ولا في الفرنسيه ما كنخدموش بهم بزاف. مثلا حرف اغ او الراء في الدارجه فهو كيتنطق من المقدمه ديال الفم، كنقولوا مثلا ارا الرجع. بينما في الانجليزيه اللسان كيرجع للور وما كيبقاش السقف ديال الحلق. فاش كنقولوا مثلا الحرف نيت اغ في الانجليزيه ار ما كيوصلش داك المقدمه ديال الفم بحال في الدارجه والفرنسيه. فلهذا خاصك تدريني على هاد الحركات بحال اللي كيمشي لاصال باش لسانك تولي عنده ذاكره عضليه جديده. ثانيا راني ديجا قلتها في لا فيديو ديال اللغه الفرنسيه وهي شادوين ميثود او لا طريقه الظل او المحاكاه، وكتعتبر هي الطريقه الوحيده باش كتهرس هذاك الحاجز ديال النطق. هي ببساطه انك كدير فيديو ديال شي متحدث اصلي مثلا شي امريكاني، ومن الافضل توجهوا لواحد المحتوى اللي هو تعليمي ولا عنده علاقه بالدومين ديالنا، خصوصا الناس اللي مورا الباك وكيحتاجوا لونجلي في قرايتهم ولا في خدمتهم. الافضل اننا ناطروا هذاك الشيء اللي كنتعلموا. المهم الطريقه هي كدير شي فيديو ديال شي متحدث اصلي، كتسمع جمله كتوقف الفيديو وكتحاول تعاودها بنفس السرعه نفس النغمه ونفس الاحاسيس، ماشي تقراها قراءه عاديه وانما كتقلد حرفيا كيفاش قالها هذاك المتحدث اللي في الفيديو. يعني تعامل مع الامر بحال شي ممثل كيحاول يتقمص الدور. في الاول غتجيك صعيبه ولسانك غيبدا يتعكل، ولكن مع التكرار الدماغ كيبدا يبني ممرات عصبيه جديده خاصه بهاد الاصوات. ما تنساوش راه ماشي عيب يكون عندنا لكنه مغربيه. العيب اولا اللي خصنا نهتموا به اكثر هو ما نكونوش كنطقوا غلط، اما اللكنه فراه شي حاجه اللي عاديه. ودابا بقات لينا العقده الاخيره، القواعد النحويه للغه الانجليزيه. غير كتسمعهم كيجيك بلوكاج وكتبقى تفكر واش خصني ندير اس واش خصني ما نديرهاش، واش هذا الفعل اصلا كتطبق عليه هذيك القاعده ولا لا. هاد العمليه الحسابيه فاش كتكون كطرا في الدماغ راه كتاخذ واحد الوقت. للاسف هاد الوقت هو اللي كيقتل الطلاقه. في اللسانيات كاينه قاعده كتقول المعنى اولا والمبنى ثانيا، فما يمكنش تبني السقف اللي هو القواعد وانت ما عندكش الساس والحيوط اللي هما الكلمات والاستماع. فالحل العلمي والعملي لهذا المشكل ديال القواعد هو تعلم الانماط. بدل ما نبداو نحفظوا في القاعده ديال الا كان الفيرب هكا كنديروا ليه هكا، بلاصه ما نبقاو نحفظوا في هذه القواعد بهذه الصيغه الممله
غادي نحفظوا انماط، واحد البلوك، واحد القالب ديال الجمله، ومن بعد عقلك كيحفظ داك النمط اللي فيها وكيبدا يستعمله في افعال اخرين. مثلا الجمله ديال I will do it later، الا حفظتيها كقالب او لا ككتله وحده فهي كتعتبر كنمط، وعقلك من بعد مع الاستماع والكلمات والقراءه وهذا كيولف وكيبدا يبدل هذاك الفيرب وكيدير بلاصتو واحد الفيربس اخرين. يعني كتكون تعلمتي القاعده بطريقه غير مباشره، حيت عقلك كيستنتج القاعده بوحدو بلا ما تشرحها ليه نظريا. وخاصك ضروري تحيد عليك هذاك الشرطي الداخلي، حيت كل واحد فينا عنده واحد البوليسي داخل في دماغه، الدور ديالو هو يراقبك، عندك تغلط، عندك هذيك وهو اللي كيخليك تسكت. فخاصك تعرف ان الاجانب براسهم راه كيغلطوا في القواعد في الهضره اليوميه، وهذيك راه لغتهم، وما كيتسوقوا حيت التواصل هو الهدف. ومع الوقت ومع كثرة الاستماع الصحيح عقلك كيبدا يديتيكتي ولا كيحس بداك الغلط بوحدو، وغتولي تقول الجمله الغلطه وتجيك في شكل في ودنك بحال شي نوطه موسيقيه خارجه على الايقاع. هذا الاحساس اللغوي هو اللي بغينا نوصلوا ليه. وما تنساوش ملي تكونوا بديتوا كتعلموا شي شويه حاولوا تطبقوا وتمرنوا على اللغه بالكتابه ديال الجمل قصيره، يعني على شي حاجه دازت في النهار، على شي راي شخصي، جمل قصيره 3 حتى 4 ديال الجمل كل نهار. وكذلك بانكم تحاولوا تهضروا سواء مع اصحابكم اللي حتى هما باغيين يتعلموا اللغه الانجليزيه او غير مع راسكم قدام المرايه، راه كتجيب نتائج زوينه. لكن هذا التطبيق ماشي من الاول، ماشي من يكون المخزون اللغوي ديالنا باقي فارغ حيت هكا غادي نتحبطوا وغادي يجينا راسنا غير كنخربقوا، وانما حتى نكونوا بدينا كنتعلموا شي شويه. والخلاصه ديال هذا الشيء كامل، بعدوا من القواعد الممله دابا، بعدوا من التطبيقات اللي كتضيع الوقت في اللعب، وركزوا على جوج حوايج: سمع بزاف محتوى مفهوم وموجه للمتعلمين، وقراو مقروءات او قصص كتناسب المستوى ديالكم. في نفس الوقت خليو لسانكم يتدرب بحال العضله. والقواعد راه كتجي كنتيجه طبيعيه للممارسه وماشي هي اللي خصنا نبداو بها، وهذه هي الطريق الوحيده والمضمونه تخليك تمتلك اللغه بشكل حقيقي. واحد الحاجه قبل ما ننسى، الا تصادفتوا مع شي واحد كيتباهى اولا كيهينكم اولا كيحتقر المستوى ديالكم وانتم في طور التعلم وفي طور انكم كتكتسبوا هذه اللغه، فهذا لا يدل الا على انه عنده عقده نقص، الله يشافيه والله يعاونه. اللغه راه كتبقى اداه للتواصل ماشي للتباهي، يعني نركز على داكشي اللي عملي اللي غادي ينفعني، ماشي على نقارن راسي بواحد اللي هذيك هي لغته الام. يعني حنا ماشي ضد انك تسعى لانه المستوى يتحسن اكثر واكثر، ولكن في البدايه ما نخليوش هذا الشيء يفشلنا. هذا الشيء اللي كاين، نتمنى ديروا بهاد النصائح باش المستوى ديالكم في اللغه الانجليزيه يولي احسن. وبسلام عليكم.